اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن 6 نصايح للتنمية البشرية للبنات او النساء عموما. كل نصايح هتبقى عبارة عن تجربة من التجارب الشخصية بتاعتي. انا مش هقول التجارب الشخصية بس، هو انا اتحطيت في تجربة شخصية من ال6 نصايح اللي انا هقولهم دول، من تجارب مع البشر برا، تجارب مع المحيط الأسري جوه البيت، وتجارب برضو مع محيط الشغل والعمل، وازاي الإنسان وازاي الشخصية اللي هو أنا تنمي من نفسها ومهاراتها وقدراتها. الكلام ده كان نفسي بجد أسمعه قبل ما يكون عندي دلوقتي عدد السنين دي. هو أنا ما عنديش عدد سنين كبيرة، بالعكس، بس الواحد لما كل ما يبقى عنده وعي أعلى ونسب من المعلومات أعلى، كل ما ارتقى ودرجة الوعي عنده زادت ونضجت بشكل كويس جدا. الفكر، كل ما الإنسان بقى عنده فكر أعلى ومعلومات أكتر، كل ما درجة الفكر عنده ابتدت تزيد وترتقي وتسمو، ويبقى عنده نوع من أنواع الوعي ودرجات الوعي الكبيرة. كل ما بنعيش في الدنيا دي كل ما بناخد تجارب وكل ما بنحصل على معلومات، بس ان احنا يجيلنا المعلومة على طبق من ذهب ده ما بيحصلش. تجارب الناس اللي حوالينا مهمة وممكن نستلهم منها نماذج من الفكر الكبير، فبالتالي هنحصل على معلومات أسرع وبشكل أوضح. عشان ما اطولش عليكم أكتر، يلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا. أول حاجة حابة إن كل بنت تعملها هو اصنعي دائرة الأمان الخاصة بيكي. أنا عارفة إن ممكن الموضوع ده برضو المجتمع نسي يعلمه لنا وإحنا صغيرين، بس إحنا لازم نعمل سيف سيركل لينا، دائرة أمان لكل الأشخاص اللي حوالينا. ما نسيبش المواقف هي اللي تغربل الناس اللي مش كويسة في حياتنا، ما نسيبش المواقف هي اللي تيجي تأثر على شخصيات الناس اللي قدامي. لا، انا عامله دائره امان لنفسي وحاطه حدود لكل الشخصيات اللي حواليا. مين هو اللي هحتاج له رقم 1، مين هو اللي هحتاج له رقم 2، مين اللي مش هحتاج له خالص. الموضوع ده لراحتك وسلامك النفسي مهم، والامانك النفسي برضو مهم. فبالتالي اتعلمي انك تحط دائرة امان لنفسك وتحطي حدود لمعظم الشخصيات اللي حواليكي. النقطة رقم 2، اتعلمي تصبري لنفسك. ما تخديش كل حاجة على اعصابك. في آية في القرآن بتقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ايوه صح، بصراحة احنا ازاي هنصبر على شيء احنا مش عارفين ايه اللي جاي بعده؟ انا هصبر على الموقف ده محتاج اسبوع صبر، مدة طويلة قوي، محتاج اسبوعين صبر، مدة اطول. فبالتالي كل اللي انا المفروض اعمله في الوقت ده الاستسلام. الصبر هيؤدي فيما بعد لانك تتقنيه في حياتك اليومية، هتبتدي تتقنيه في كل مناحي حياتك، في الشغل، في البيت، لنفسك، للي حواليكي. كل ده هيعيد عليكي بالنفع، وبالتالي هتبتدي ان انتي تنتجي ثمار الصبر ده فيما بعد، او تتحصلي على ثمار الصبر ده فيما بعد. ثالث نقطة، ما تزعليش، لا تحزني، ما تخليش اصلا الحزن في يوم من الايام يتمكن منك. مفيش اي حد او اي موقف او اي شخصية تستاهل منك انك تزعلي، لان الحزن بيوصل فيما بعد الاكتئاب وبيوصل فيما بعد لهشاشة نفسية. فبالتالي الحزن لو مر عليه 3 ايام، وفي اشخاص تانية ممكن يمر عليهم يوم واحد زعلانين او عندهم نسبة حزن عالية، فبالتالي هيؤدي الى ممكن اكتئاب، هشاشة نفسية كبيرة قوي، لدرجة ان في موقف ممكن يجي فيما بعد ما يبقاش مستاهل الحزن، وما بيبقاش مستاهل ان انا احزن عليه كل المدة دي، واحزن وازعل واتضايق، فاخش في مرحلة اكتئاب، وبالتالي
افقد السيطرة على كل المواقف اللي جاية بعد الموقف ده. ليه ازعل اصلا؟ وليه اسيب نفسي اوصل للمرحلة دي من الحزن والزعل الشديد، ويبتدي كل موقف ممكن يكون ما يستدعيش مني اي نوع من الحزن اخده على نفسيتي واعصابي واحرق دمي ويجيلي هشاشة نفسية. فالهشاشة النفسية دي اصلا ان كل موقف يجيلي ازوده واضعفه وابتدي ان انا اديله اكبر من حجمه وازعل، داخله في دايره ملهاش حل. الحل بتاعها ان انا اسيطر عليها من الاول. ده تدريب بسيط يعرفك ازاي تسيطري على الحزن عندك وبالورقه والقلم بس. اول حاجه يبقى معاكي ورقه وقلم وتبداي ان انتي تتعلمي ازاي تقيمي الحزن بتاعك. انا هزعل على ايه وابتدي اكتب سبب الحزن. سبب لو هو شخص ابتدي اكتب اسم الشخص، وابتدي اكتب كمان عدد ساعات الحزن. عدد ساعات الحزن لا تتجاوز 24 ساعة. ممكن مثلا نتكلم في مراحل الحزن اللي هو مثلا الموت، سبوه ده في جنب. فبالتالي هبتدي اقيم الموقف، ابتدي اقيم الشخص، ابتدي اقيم درجة وعي نفسي من 1 ل10، وابتدي اقيم درجة وعي الشخص اللي قدامي، واقيم عدد ساعات الحزن. كل ده من 1 ل10 ما عدا الشخص. قيميه بالموقف، ما تحكميش عليه، ما تحكميش على اي شخص، ما تحكميش على اي فكر. ممنوع ان الحكم الا لله يقضي بالحق. لو حكمتي هتبقي كده حكمتي ظلم، لان اللي المفروض يحكم هو الله. انا بديكي بس الموقف تحكمي عليه عشان تقدري تطلعي منه اقل عدد ساعات للحزن. بعد التدريب ده هتقيمي كل المواقف والتجارب الحياتية اللي هتمر بيها، فبالتالي هيبقى عندك ثقة بنفسك أكبر وثقة بالأشخاص اللي حواليكي. وممكن برضو يبقى عندك ثقة في درجة وعي اللي قدامك، انك ما تدخليش معاه في حوار فانت عارفة وواثقة ان درجة الوعي بتاعه قد كده وانت درجة وعي كبيرة جدا، فبالتالي ما تدخليش معاه في حوار خالص ولا حتى نقاش بسيط. النقطة رقم 4، مارسي هواية. مارسي هواية بطيئة. ما تمارسيش هواية مثلا، ما تاخديش الجري هواية مثلا، ما تاخديش الرياضة هواية، ما تاخديش معظم الأحداث اللي بتحصل زي مثلا الطبخ ما تاخديهوش هواية. أنا عارفة إن ممكن يكون في بنات كتير قوي بتحب الطبخ من ضمنهم أنا، بس أنا مش حاطاه هواية. أنا بطبخ كويس، أنا نفسي كويس في الأكل وفي الطبيخ، كل حاجة كويسة، بس مش هاخده هواية لأن ده شيء بعمله وبكرره كتير قوي كل يوم، ومش عاوزة أنا كشخصية كندى أفني عمري فيه. مثلا ممكن أتعلم حاجة جديدة زي التطريز، الكروشيه. هواية بطيئة هتساعدني في تنمية قدراتي، هتعلمني الصبر، هتديني نوع من أنواع الإتقان، وبالتالي هتديني شعور بالإنجاز بعد اما تخلص، بعد اما أنجز حاجة وخلصها. زي مثلا هعمل بلوزة، هعمل جاكيت، هعمل أي حاجة بالكروشيه بالتطريز. ممكن أعمل مثلا لوحة، ممكن أعمل أي حاجة تديني شعور بالإنجاز بعد كده. رقم 5، أعملي رياضة. الرياضة مهمة عشان هتظبط جسمك وهتديكي نوع من أنواع الطاقة والإنرجي، وهتخليكي طبعا واثقة من نفسك. لو انتي مش حابة الرياضة ممكن تعملي رياضة كارديو مثلا في البيت، كلاس زومبا، أو تشتركي يعني في كلاس زومبا، أو حتى في كلاس رقص. أي حاجة ممكن تعملي يوجا. أي حركة كل يوم ويوم في الأيام بتاعتك. أنا بعملها سبت 2-4 اللي هو يوم يوم لأ، بحيث ان انا يبقى عندي كده طاقة حركية، واحس برضو في اخر الاسبوع ان انا عندي شعور بالانجاز، وان انا عندي شعور باتمام المهام على اكمل وجه. انا قلت لكم طبعا ان الفيديو هيبقى 6 بوينتس او 6 نقاط، بس كفاية 5 علشان انا لسه مخلصتش كلامي بصراحة. لحد هنا هيبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.